أنا اللي من مورا زواجي بشوية كيجي عندي شيخي وكيطلب مني الحرام. خليكم معايا باش تسمعوا القصة ديالي. السلام عليكم، معاكم اختكم ناجية. تزاديت وكبرت وسط الدوار، امي وبا من نهار تزاديت وهما عايشين في المشاكل، ديما الصداع والغوات والعصا والضرب والجرح. عمرني ما دوزت شي نهار مزيان من نهار حليت عينيا وانا كنشوف با كيضرب امي فاش كيضربها كتجي وكتبرد فيا ديك العصا. نقدر نقول لكم كنت صغيره بزاف. ملي كنت صغيره انا كنت تضرب واحد الضرب اللي بدون سبب، انا ما عارفاش علاش. ملي ما باغينيش علاش ولدوني؟ هذا هو السؤال اللي كان كيدور لي دائما في راسي. بقيت على ذاك الحال حتى النهار اللي غادي ندخل المدرسه. مشيت كنقرا كنمشي وكنجي، والمشكله هو ما كاينش اللي غادي يحفظ معايا في الدار. كان كيجيني داكشي صعيب بزاف بحكم انني انا ما كنفهمش مزيان داكشي. الرياضيات صعيب وبزاف د الحوايج. بقينا هكاك غاديين وجايين حتى العام اللي غادي ندير فيه انا 9 سنين. تما امي غادي تضارب مع با واحد الضريبه خايبه. كانت قالت لي شوف، يا اما غادي تقطع الشراب ولا غنمشي بحالي. قال لها بغيتي تمشي بحالك سيري، انا ما عندي ما ندير بك. سيري وهنيني من صداعك، ومني تكوني غاده دي معك بنتك. ما نكذبش عليكم، دازت عليا بالخلعه. كيفاش امي غتمشي وغتخليني؟ وفين غنمشي انا؟ واش امي غتديني معاها؟ امي كانت قبيحه بزاف. الوالد ديالي ما كانش حنين كاع. اصلا هو كيشرب كينسى سميت امو اللي ولداتو، عاد غادي يعقل علينا حنايا. والخدمه ديالو هو كان خدام في واحد القهوه، كان كيسربي سرباي وصافي. المهم بقينا هكاك حتى النهار اللي امي طجات وقالت لي شوفي، هنا تبقاي. انا طلع لي باك في راسي وطلعتي لي حتى نتيا معاه في راسي. قلت لها امي شنو غادي ندير؟ انا باقا صغيره، يلا عندي 9 سنين. قالت لي دبري المحاينك، انا ماشي شغلي. وانا نجاوبها قلت لها ملي نتيا ما باغانيش وملي نتوما ما قادينش بيا علاش ولدتوني؟ غادي تنوض وغادي تريشني. خشاتني تحت رجليها، بقات كضربني وجراتني وداتني للزريبه، الزريبه اللي فيها البهايم، وخشات لي راسي وسط هذاك البريو ديال البهايم حاشاكم الخروج ديالهم. وخشات لي راسي تما. هذاك البريو كنا كنجمعوه باش كنطيبوا بيه الخبز، وهي تخشيني تما وبقات كتعفط عليا. قالت لي باش تعلمي تجاوبي معايا، واش هاد الشيء اللي ورثتي من باك غير قلة الاداب وقلة الحياة؟ ودابا زدت تاكدت بلي نتي ما غاديش تبعيني وغنخليك هنايا. مشات امي وخلاتني تما وانا تالفه وما عارفاش شنو غادي ندير. جا با هو يقول لي فين هي امك؟ قلت لي ما عرفتش. مشات ويقول لي مالك نتيا في ديك الحاله، مال وجهك عامر بالزبل، فين كنتي؟ بقى غير كيشوف فيا وانا ما عرفت ما نقول ليه. ركلني برجلو قال لي تقعدي عليا، غسلي عليا هاد الحاله. واش انا والد بنت ولا والد بقره خاشيه وجهها وسط الزبل؟ انا ما عارفه ما نغسل. مشيت، بان لي غير واحد البرميل، خويت منه شويه ديال الماء وغسلت هذاك الشيء اللي تغسل واللي بقى راه بقى. الغد لين نضت ومشيت للمدرسه. ما نكذبش عليكم كل شيء كيشوف فيا، كيفاش انا شعري باقي فيه الزبل ديال البهايم. ويجي عندي واحد الاستاذ قال لي يا ناجيه، مال شعرك داير بحال هكاك؟ ما عرفت ما نقول ليه، بقيت غير ساكته. شنو غادي نقول ليه؟ نقول ليه راه امي خشاتني وسط الزبل ديال البهايم. قال لي شوف يا بنتي، هاد البلاصه مكان محافظ ديال الدراسه، من الافضل انك تحافظي على الهندام ديالك وتحافظي على الشكل ديالك، وما كنجيوش حنا لهنا للمدرسه بهذا الشكل هذا وانتي الزبل ديال البهايم فوق راسك. هذا مكان مقدس، كنذكروا فيه اسم الله، كنتعلموا فيه، كنقراو فيه. هادشي علاش ردي البال بنتي شنو كديري؟ انا ما عرفت ما نقول ليه. قلت له واخا استاذ، كلامك هو الكبير. وكنت مشيت للدار، لقيت الوالد عاوتاني قارب عليا الدنيا. فين هي امك؟ فين مشات؟ قولي لي فين مشات هذيك الكلبه؟ فين دارت؟ فين هادي؟ تما انا بديت كنبكي وانا نبدا نعاود ليه. ويقول لي واش نتيا متفقه معاها؟ قلت ليه لا، انا ما متفقاش معاها، راه ضرباتني ودارت ليا. غادي يهزني وغيكمل عليا، عطاني قتله ديال العصا ويقول لي نتيا بحالك بحال امك، دريكه وحده. بقيت كنشوف فيه وانا غير طفله،
ملي نتوما ما باغينيش وما تولدونيش، علاش كتعذبوني؟ علاش؟ انا هادشي اللي كنعرف. انا ما كرهتش هاد الاباء كاملين اللي كيتعداو على ولادهم يتحاكموا، حيت هادشي اللي كيديروا في بنات الناس ما خاصوش يكون. وشحال من ناجية مخشية في دار وتا واحد ما جايب ليها الخبار. مازال حنا دابا بسبب هاد القنوات الله يجازيكم بالخير ولينا كنجيو وكنبانو وكنعاودو على المعاناة ديالنا. ولكن كما قلت لكم شحال من ناجية سادة على راسها في شي جبال ولا في شي بيت والعلم الله اشنو كيدوز عليها. المهم الوالد ديالي غادي يهزني وركبني في واحد الكرويله كانت عنده صايقها بواحد البغل وبقى غادي بيا. بقينا غاديين واحد المسافه حتى وصلنا حدا واحد البيكوب. هاد البيكوب كانت كتدير الفيلاج اللي كان خدام فيه الوالد ديالي كما قلت لكم خدام في واحد القهوه. فاش وصلنا غادي يحط هذيك الكرويله ووصى عليها واحد السيد قال لي ها هي عينك عليها. ركبنا في ديك الطوموبيل داتنا للفيلاج هو يركبني في الكار اللي غيديني للمدينه فين كاينه جداتي وفين كاينه ماما، المدينه اللي سميتها دمنات. تما ركبني قال لي سمعي نقول لك انا راه ما غاديش نديك. قلت لي كيفاش؟ انا ما عارفه لا منين نمشي لا منين نجي. قال لي انا ماشي شغلي، انا غير نركبك وغتمشي، انا ما يمكنش ليا امك لاحتك وانا غنوحل فيك. قلت لي كيفاش؟ قال لي كيما سمعتي. تما ركبني ووصى عليا الكريسون قال لي شوف ملي تنزل راه غادي تحطها حدا الشانطي الفلان الفلاني حدا البلاصه الفلان الفلانيه. قال لي مني غادي تنزلي تما راه غادي يبانوا لك الديور وبداي تسولي الناس شويه ويقول لي الكريسون قال لي لا الشريف راه البنت باقا صغيره. قال لي انا اللي عارف شنو كندير. تما وهي تنقز واحد المراه وهي تقول لي واش انتي بنت فلانه؟ قلت لها اه. قالت لي صافي صافي الشريف انا غنديها، انا غنديها حتى لدارهم. صافي تما هو يقول الكريسون ايوا شتي ها هي المراه غتديها حتى لدارهم. ويبدا يقول هذاك الكريسون لا حول ولا قوه الا بالله. تصوروا معايا طلعني للكار وانا لابسه غير الحوايج عاديين وفي رجلي صابو ديال الميكا، هذوك الصابوات ديال البلاستيك ديال البلاد كنلبسوهم على الحجر وصافي. وكان البرد بزاف، انا لابسه داك الشيء غير خفيف تريكو فوق تريكو فوق تريكو ولكن كتلقاي راسك انك ما دافياش. المهم طلعت لذاك الكار وغادي نبرك حدا هذيك المراه كان بارك حداها واحد الولد. قالت لي سير ولدي عافاك خلي البنت تجي حدايا. جيت حداها وديك المراه كانت مغطيه بواحد الكاشميره وهي تقول لي تغطي معايا بنتي راه البرد عليك بالي وجهك احمر. بدات كتسولني قولي لي منين جيتي هادي؟ قلت لها منين قالت لي امك راه كنعرفها. قلت لها شكون نتي؟ قالت لي انا راه من الجيران ديالكم وتا انا راه غنزل تما. صافي وبقينا كنهضروا تما وهي تسولني قالت لي شنو المشكل علاش باك مصيفطك امك فينا هي؟ قلت لها ماما ما عرفتش. قالت لي واش مشات عند جداك؟ قلت لها انا ما عارفه والو. وبقينا غاديين وشدينا الطريق كامله وهي كتقادي ديك الكاشميره على كتافي كتقول لي عندك راه البرد عليك. وكانت كاينه شويه الطريق تقريبا واحد 3 سوايع ونص حتى وصلنا. هي تقول لي نوضي ديك الساعه بحال بدات كديني عيني. صافي وكنا وصلنا ديك الساعه كان طاح المغرب صافي وجا الظلام. نزلنا في ديك البلاصه وهي كانت دايره البيل وواقفه. قالت لي وقفي راه ولدي شاد ليا الوقت وغادي يجي يتلقى لينا. قلت لها واخا. بالفعل كان جا هذاك ولدها. هاد ولدها هو اللي غادي يولي انا راجلي من بعد. المهم جا هذاك السيد وبدا غادي شاد البيل وغادي بحال مقود لينا الطريق هو اللي كيورينا منين ندوزو حتى وصلت لدارها. وهي تقول لي شوفي يا بنتي الطريق لداركم شويه صعيبه. قالت لي غتباتي معايا حتى الصباح ومع الصباح انا غنهزك وغنديك. قلت لها واخا. ديك الساعه انا ما كنت عارفه ما نقول ولا باش نجاوب اش غنقول ليها كاع. وهي راه هي اللي عارفه الطريق اما انا واخا طلقني كاع في داك الليل راه بالي غير الكلاب هما اللي غادي يلقاوني وياكلوني في هذيك الليله. بت معاها وناضت مسكينه دارت الحسوه وحطاتها وكليتها. كان عندها راجلها وهاد ولدها وواحد ولدها واحد اخر وقالت لي باللي بنتها مزوجه ومزوجه في المدينه.
هاديك الليلة فرشات ليا تما ونعست. كنت نعست في واحد البيت وهي نعسات حدايا. قالت لي ما تخافي من والو. كانت جابت لي واحد التقاشر قالت لي حيدي هادو راه فاسقين. حيدتهم ولبست وجابت لي واحد الزيف درتو على راسي حتى انا من نهار عقلت وانا كندير الزيف. كان عندنا عيب في هذاك الدوار اللي منين جيت ان البنت ما كديرش الزيف، غير كتكبري شويه هكا 6 سنين 7 سنين كتبداي ديري الزيف، ما كيسولوكش كاع لا واش باغاه ولا عارفاه ولا مقتنعه به، غير كيجيو كيلصقوه لك فوق راسك. ما عرفت ان الحجاب فرض حتى كبرت وكبرت. انا كان كيسحب ليا بلي البنات كاملين خصهم يديروه وصافي، ما عارفاش انه عنده علاقه بالدين ولا بالاسلام. المهم بت هذيك الليله مع الصباح فقت لقيت هذيك المراه فايقه قبل مني. بديت كنجمع شويه داك الفراش بحكم ان امي كانت كتضربني باش كنجمع الفراش. غتسولوني على الخوت، انا ما عنديش الخوت لا بنت لا ولد، كاينه غير انا. جمعت هذاك الفراش وبديت كنطل من داك الباب ديال داك البيت وهي تشوفني. قالت لي فقتي؟ قلت لها فقت. قالت لي اجي اجي. مشيت عندها وهي تقول لي وابر كتفطري. لقيتها مسخنه ديك الحسوه ديال الليل ودايره اتاي ودايره القهوه ودايره داكشي اللي قسم الله، وبديت كنفطر. جا راجلها كيشوف فيا ويقول لها شكون هاد البنت؟ قالت لي ها الحاج البارح جيت لقيتك نعاستي. قال لها قالت لي راه سميتها ناجيه وجايه عند امها فلانه. هو يقول لي انت يا بنت فلانه؟ قلت ليه قال لي هو مزيان مزيان. صافي بقينا تما كنفطروا داك الشيء. ساليت الفطور وهي تقول لي والمهم يا بنتي ونوضي دابا باش نديك ها النهار طلع. بقيت كنشوف فيها قلت لها والله يرحم الوالدين. ناض الراجل قال لها وخليها تبات معنا اليوم تاني. قالت ليه لا واه غيكون باها مشطون عليها، انا خاصني ضروري ما نوصل الامانه، وانا اللي دويت مع باها وقلت لها انا اللي غنوصل الامانه لامها ليها. راجلها قال لها صافي. هو يشوف فيا ويقول لي انت يا بنتي مرحبا بك في اي وقت، الدار داركم، حسبيني باك حسبيني خوك حسبيني اللي بغيتي. صافي وكان جبد لي 5 دراهم 100 ريال وعطاها ليا في يدي. قلت لي لا لا، قال لي لا غير شديها. صافي مشينا من تما بقينا غاديين وفعلا كانت الطريق شويه بعيده على الدار ديال جده حتى وصلنا. فاش وصلنا لقينا تما الجنازه، لقينا جدي الله يرحمه مات. وياه وصلت معاه نيشان، لقينا الوثاق والناس مجموعين وكاينه امي تما يعني ماما وجداتي ملهيه. فاش شافتني ماما تخلعات قالت لي اش كديري هنايا؟ ياك انا خليتك مع باك. نقزات المراه قالت لها كي دايره لاباس؟ اش هاد الخبار والبركه في راسكم الله يصبركم. وهي تنقز ماما وهي تقول لها ايوا ربي بغاه الحمد لله. تهرس مات ما عندنا ما نديرو ليه. المهم بعدا مات محن ما تعذب، يعني ما بقاش زعما في الفراش مده. جدي عرفنا انه طاح من فوق واحد العود وكان تهرس ومات. صافي بقينا تما. المراه عوض ما تمشي لدارها ولات مشات وجابت راجلها وولادها بجوج وجاتك باش كتعزي. صافي دوزو داك العزو وانا بقيت غير باركه وماما كتسول فيا وتخنزر فيا، علاش جايه تابعاني، واش انا خليتك وجايه لهنا. صافي بقينا تمايا حتى الليل. كان العشاء والصداقه وبداو كيتفرقوا الناس. وهذيك المراه اللي جابتني كانت مشات، لا هي لا راجلها لا ولادها. صافي وانا بقيت تما الغد لين وهي تقول لي امي والمهم اشنو جيتي دابا ديري؟ اشنو بغيتي؟ قلت لها راه بابا هو اللي صيفطني، هو اللي ركبني في الكار. قالت لي واش انايا تا قلت هنيت منك وجايه تابعاني وزيدونا لا لا انا ما جبتكش معايا النهار الاول، كيفاش نتيا جايه دابا تابعاني؟ قلت لها كيفاش؟ قالت لي انا ولدتك معاه، هو اللي خصو يقابلك وانتي بنته وهو اللي خصو يحضيك، اما انا ما عندي ما ندير لك. بقيت غير كنشوف فيها ما عرفتش باش نجاوبها. امي كانت واحد شويه عصبيه ولا بغينا نقولوا بحال مخلخله شويه في دماغها، ومع ذلك ما قالت لي كي بقيتي من داك الضرب اللي عطيتك ولا كي وصلتي ولا ياك ما بنيتي تلقى لك شي واحد في الطريق والو. هي كتسول غير على راسها، اللي هامها هو انني انا ما خاصنيش نجي عندها تما. غدوز واحد المده الوالد ديالي غادي يجي باش يعزي، ساق الخبار بلي جدي مات.
ملي جا وهي تقول ليه دي بنتك معاك، قال لها سمعي نقول لك، انا راه جيت نعزي لله في سبيل الله، وها هما حوايج بنتك جبتهم ليها، وكان عطاني حوايجي وكتوباتي وداك الشيء. قال لها دخليها تقرا ولا ما تدخليهاش، انا ماشي شغلي، انا راه غادي نطلقك. قالت لي كيفاش؟ قال لها كيما سمعتي، انا غادي نطلقك وغنتزوج، انا ما عندي ما ندير بك، سيري عطيني اتساع. قال لها من نهار خرجتي عليا من الدار وانا اموري ميسره الحمد لله. قال لها دابا سيري بحالك. وكنا عرفنا ان با كان ربح شي فلوس في القمر، حيت با كان قمار، بحكم ان ديك القهوه اللي كان هو اصلا خدام فيها كانت قهوه كيلعبوا فيها التيرسي. وفاش كنت مشيت انا وماما كان لعب شي ورقه ولا الله اعلم وربح فيها شي حاجه، ماشي بزاف، المهم هادشي اللي قالوا لينا الناس. وكان لاحني تما وخلى لي حوايجي وخلى لي كلشي ومشى. غادي دوز تقريبا واحد شهر ونص. امي انا مشات للمدينه كتخدم وخلاتني تما مع جداتي وخوالي. خوالي كانوا صعاب لدرجه كانوا كيضربوني، ما كيخليو ما يديروا ليا وما كنهضرش. تسولوني على القرايه، ما كملتش القرايه ديالي، صافي حبست ما كملتش نهائيا. فاش غدوز واحد شهر ونص غادي تم جاي واحد السيد، جاي وهز معاه واحد الشكاره وجبد منها واحد الورقه فيها الطلاق ديال امي، حط لنا ديك الورقه وكان مشى. وخالي هو اللي كان نيت شد هذيك الورقه، بقى كيخاصم وكيعاير وكيقول لي دابا نتيا شنو غنديرو بك. ناض هو يصوني لامي، عيط ليها قال لها بنتك ها شنو نديرو معاها، اجي دي علينا من هنايا. قالت لي خليها تما، وزيدون انا ما عندي كي ندير ليها، انا راني خدامه كنجمع طرف ديال الخبز. بقيت تما حتى العام ديال 2010. وهذا الشيء بالضبط راه في العام نيت ديال 2010، غير كانوا زعما في البدايه ديالو. ملي دخلنا فيه شويه غادي تجي امي وغتقول لهم انا راني باغا نتزوج، خطبني واحد السيد. فرحت بزاف، قلت على الاقل تقدر تديني معاها، الله اعلم. وهي تقول لي سمعني نقول لك، الا كنتي كتقولي انني غنديك راكي كتحلمي، وملي يجيو الناس غبري من هنايا ما تبانيش ليهم. قلت لها كيفاش؟ وهي تقول لي حيتاش الراجل قايل لعائلته بلي انا ما عندي لا ولد لا بنت. قلت لها كيفاش؟ قالت لي كيما سمعتي، يلا حيد عليا من هنايا. هذاك الشيء اللي كان. مشات جا نهار السوق، تقدات وجدات، والناس كانوا غيجيو الغد لين. جاو هادوك الناس بداو كيحطوا ليهم، وانا حبسوني في واحد البيت كيديروا فيه الخزين والزراع، وبقيت فيه والفيران كيتناقزوا حدايا. بقيت باركه وكنشوف في دوك الفيران، كنقول لهم نتوما بعدا على الاقل عايشين مع والديكم، ماشي بحالي انا. ها انا مخبيني وسادين عليا مع الزرع، ماشي حشومه. علاش ولدوني علاش؟ بقيت باركه تما شويه، بغيت نمشي للطواليت حاشاكم، نط تميت خارجه وهي تشوفني امي شدتني من شعري وجراتني حتى خرجتني برا. قالت لي قلت لك ما تنوضيش، قلت لك ما تمشي لتا شي بلاصه. قلت لها راه بغيت نمشي غير للطواليت. قالت لي ديريها في حوايجك حبسيها، ما تخرجيش من داك البيت، واش بغيتي تشوهيني؟ انا بغيت نتزوج نتهنى من هاد الشيء، وانتي باغا تلصقيني في هاد الشيء، واش ما كتحشميش؟ بقيت غير كنشوف فيها، ما عرفتش باش نجاوبها. صافي تما قالت لي يلاه سيري للطواليت. الطواليت كانت عندنا شويه خارجه على الدار. دخلت للطواليت، خرجت وهي تقول لي يلا رجعي منين جيتي. ديك الرجعه مني انا راجعه كيبانوا لي الناس باركين في الصالون. الصالون ماشي مفرش بالسدادر ولا راه مفرش غير عادي، الناس باركين غير في الارض، حنا راه قلت لكم راه حنا غير في العروبيه. صافي مشيت رجعت لذاك البيت، بقيت كنبكي بزاف حتى دازت شي نص نهار ولا الله اعلم شحال من ساعه، انا ما عارفاش. حتى كتجي امي كتقول يلاه تقعدي نوضي. نط كنلقى الشياطه ديال الماكله في الطباصل. جيت بغيت نمد يديا قالت لي وانا قلت لك كولي، قلت لك كولي انا. قلت لها امي راه جاني الجوع، راه من الصباح ما كليت. قالت لي اللي ضربك على كرشك. هي تقول لي يلاه تسناي، وهي تشد واحد الخبز حلاتو ومسحات بيه ديك المرقه اللي باقا في الطبسيل. قالت لي يلاه كولي، وبغيت دير ليا غير الحيمه ما دارتهاش ليا. بقيت كنشوف كليت هذاك الخبز
وسكت. قلت لها بغيت غير اتاي، قالت لي ما كاينش اتاي، ما كاينش. المهم بقيت تما وهما بداو كيهضروا، وفهمت من الهضره ديالهم ان امي غتزوج هذاك العام، يعني من مورا تقريبا شي 2 سيمانات ولا صافي غادي تزوج. وجداتي بقات كتهضر معاها وقالت لها شنو غنديروا في البنت. قالت لها البنت هي معاكم، شدوها قابلوها دبروا راسكم، انا ما عندي كي ندير ليها، انا راه غنمشي غنتزوج في المدينه. فاش سمعت المدينه وانا نقول لها امي عافاك ديني معاك، ديني معاك امي بغيت نقرا. قالت لي تقراي؟ قالت لي طفروه حتى هادوك اللي قارين بقى غير نتيا، سيري سيري تكمشي سيري، بركي الارض وحمدي الله لقيتي فين تاكلي الخبز. اما بنادم في هذيك المدينه اللي كتهضري عليها انت راه غير متشردين كيديعوا في الزناقي، ما لاقين ما ياكلوا. اما انت لقيتي فين تستري، اما تباك راه سمح فيك. شنو نقول لكم، دازت عليا، بقيت كنبكي بزاف، كنقول علاش هادشي كامل، علاش هاد الظلم. وفعلا ما كملش حتى 2 سيمانات كاع، صافي جابوا العدول تكاتبوا، ونهار اللي جابوهم عاوتاني غبروا لي الاثار، حتى كانت امي مشات ودات معاها بزاف د الحاجات، دات معاها الطفوله ديالي اللي دمراتها، ودات معاها هذيك البنت الصغيره اللي كانت وسط مني باغا تقرا باغا تلعب، كبرت قبل من الوقت. فاش مشات امي دازت عليا، خوالي ديما العصا وتماره، جداتي كانت واحد شويه كتحن فيا، ولكن حتى هي الفرحه معاها ما غاديش تكمل. المهم بقيت هكاك وديما كتنعسني حداها. شحال من خالي كان كيحاول يغتصبني، شحال من واحد. ومن هنا كنقول لكم ردوا البال لبناتكم، ما تقوليش هذا غير خويا، هذا غير ولد خويا، لا، ردوا البال. انا براسي كانوا غيغتصبوني، الحمد لله ان ربي حفظني منهم وعتقني. المهم بقيت على داك الحال العام الاول، العام الثاني، العام الثالث، حتى غادي نوصل ل 2014 بالضبط. 2014 ما نكذبش عليكم، جاتني واحد الغصه في قلبي، كنحس براسي مضيومه، وكنهضر مع جداتي كنقول لها جده راه ما يمكن لياش نبقى محبوسه بحال هكا، اجده راه خصني ضروري ندير شي حاجه. قالت لي يا بنتي انا راه ما عندي ما ندير ليك. ديك الساعه البنات انا عندي 14 عام. قلت لها جداتي بديت كنكبر، بغيت ندير غير شي حاجه، نتعلم غير شي حرفه. قالت لي يا بنتي ما عندك ما ديري، بركي بركي هانتي بركه كتاكلي وتشربي، اش بغيتيني ندير ليك. بقيت باركه تما. وفي داك العام نيت ديال 2014 جده غتمرض واحد المرضى خايبه، كانت ماتت. فاش ماتت جده غادي تجي امي، فاش جات تخيلوا معايا كنبوس ليها قاع رجليها، كنقول لها عافاك امي ديني معاك عافاك. قلت لها راه خالي فلان بغى يغتصبني. قالت لي سكتي من الكذوب، سكتي الله يمسخك بحالك بحال باك، سكتي ما عندي فين نديك. ولا قلت لكم هاد المده كامله امي عمرها ما جات، عمرها ما سولات فيا. وديك الساعه كانت امي حامله، اييه كانت حامله، ما تسوقاتش ليا كاع بمره. قالت لي انا ما عندي ما ندير لك، تكافي حتى مع راسي، وزيدون انا راني كنضل في الزناقي خدامه، فين بغيتيني نديك نخليك مع الراجل، سيري سيري الله يعفو عليك. حمدي الله لقيتي فين تستري. اما بنادم راه غير دايع في الزنقه، ديما نفس الاسطوانه اللي كتعاود ليا كتبقى تقولها. وباش جابت ليا التمام قالت لي الا ما عجبكش الحال نوضي سيري عند باك، تا وحده بنتي ما حيدولك، ياك باك هذاك ياك انا ولدتك معاه، ايوا سيري دبري المحاينك. مهم دوازت عاوتاني وبقيت باركه. وبالنسبه لهذيك الموت كانت جات هذيك السيده اللي كانت جابتني النهار الاول في داك الكار، كانت جات كتعزي وشافتني وقالت لي مالك بنتي ومالك ضعفيتي ومالك وليتي بحال هكا. وبقيت كنعاود ليها شويه وصافي. وطبعا ما قلتش لها راه واحد في خوالي بغى يغتصبني ولا شي حاجه، ما قلت لها والو. الحاجه الوحيده اللي قلت لها هو انهم كيضربوني، وقلت لها بلي امي
راه ما بغاتش تديني معاها. صافي دوزنا داك العزو وتفرتكوا هادوك الناس، كل واحد مشى لبلاصتو وكل واحد مشى لدارو. امي كانت رجعت للمدينه وبقيت انا تما. فاش ماتت جداتي تبدلوا بزاف د الحاجات، ولاو كينوضوني كيسلخوني كيقولوا لي نوضي ديري هادي بزاز. ولاو هادوك خوالي كل مره واحد فيهم، وهما كانوا ما مزوجينش، كل مره واحد فيهم كيبغي يجرني عنده للبيت، ولكن انا كنبقى كنغوت حتى كينوضوا لبعضياتهم. وبحال دابا هما ما عارفينش راه كل واحد فيهم باغيني. دابا فاش كينوض مثلا واحد كيدور في الاخرين تقول لي ويلي اش كدير بعد منها، وهما راه كاملين باغيني غير ما عارفينش ان راه يعني كاملين هما باغيني. فهمتوا كيفاش؟ المهم صافي تما ضاقت بيا حتى لواحد النهار غادي شدني خالي بزز وقال لي قسما بالله وما تسكتي تنقتلك وندوز عليك وغادي نصيفطك للقبر. تما انا ما كذبش عليكم ما قدرتش نصبر، صافي كنغوت ما بغاش يطلق مني حتى غادي عضيتو في العضو الذكري ديالو. غتقولوا لي كيفاش نقول لكم عضيتو؟ تما شدني عطاني قتله ديال الكلاب، وبكثرة داك الالم اللي حس به بردو فيا. انا نط مشيت كنجري ما عندي فين نمشي. المشيه اللي انا غاده كنتلاقى بديك المراه، تلاقيتها بديت كنبكي وكنغوت. قالت لي مالكي؟ قلت لها ضربوني. ماشي قلت لها شنو دارت ولا شنو داروا ليا، صراحه ما قدرتش نقولها لها. الحاجه الوحيده اللي قلت لها هو انهم ضربوني. وهي تقول لي وصافي يا بنتي صافي. قلت لها ما نرجعش عندهم. قالت لي يا بنتي دابا راه العشيه اش غديري فين غتمشي؟ قلت لها عافاك ديني معاك. داتني معاها مشيت معاها للدار، قالتها راجلها بقيت فيه، قالتها لولادها، ولادها بقاو غير كيشوفوا. الغدلين سمعتهم كيوشوشوا بعضياتهم تما بقاو كيدويو من هنا من لهيه. وهي تجي عندي قالت لي شوفي واش تبغي تزوجي؟ قلت لها كيفاش؟ قالت لي واش تبغي تزوجي؟ وهي تقول لي شحال عندك من عام؟ قلت لها دابا، قلت لها راني طالعه في 15 عام. قالت لي شحال عندك؟ قلت لها عندي 14 وطالعه في 15. قالت لي شوفي انا غادي نمشي انا وراجلي وولدي وغنخطبوك مع خوالك وغنشوفوا معاهم يعيطوا لامك تجي وباك، وديك الساعه غنهنيوك من ديك الدار ما يبقاو كاع يضربوك ويتعداو عليك. بقات كتقول لي انا حقا ما حقا بقيتي فيا هادي. هذاك الشيء اللي كان. وغدلين ناضت مشات وانا بقيت تما في الدار خلاوني. من يهضروا معاهم مني جات المراه عاودات ليا قالت لي شوفي راه ما بغاوش يعيطوا لباك. قالت لي بالنسبه لامك قالت لهم انا ما جاياش بغيتو ديروا شي حاجه ديروها. قالت لي وقالوا صافي بغيتيها ديها. المهم بنتي دابا راه خصك ترجعي لداركم باش تقادي المسائل ديالك وتحاولي تقادي الاوراق وداك الشيء باش نتزوجوا. قلت لها واخا. فاش مشيت للدار ومشاو كيسولوا داك الشيء بعدا راه قتلوني عصا هادي فين مشيتي وفين جيتي ضروري. فاش مشاو كيسولوا شنو لقاو بلي انا عندي 15 عام ما يمكن لياش باقا حتى 15 عام ما كملتها ما يمكن لياش ندير لاكارت تما. وما يقولوا لي ايوا سيري بلا كارت امنا وكانت مجوجه بلا كارت سيري لالا غنتهناو منك سيري نتهناو من صداعك. صافي دواو مع الناس جاو درنا صداقه فيها كسكسو جابوا لي داكشي اللي جابوا صافي ما نقولش لكم كتير قليل. انا المهم كنقول يا ربي غنتهنى من ديك الدار. وهزيت حوايجي ومشيت معاهم. مشيت بلا كارت بلا حتى شي حاجه قارين غير الفاتحه. كانوا داروا معاهم بلي النهار اللي غادي نكمل السن القانوني اللي هو 18 عام ديك الساعه غادي يقادوا لي الامور وغادي ندير الكارت. مشيت مع دوك الناس وغنسكن معاهم في الدار وتزوجت بولدهم الكبير. اما هذاك ولدهم الصغير كان كيخدم في المدينه وكان كيجي عندهم مره في 15 يوم. يعني الدار اللي سكنت فيها المراه العجوزه والراجل يعني الشيخ، وفيها ولدهم الكبير اللي تزوجت به. بنتهم كانت مزوجه في بلاصه اخرى كما قلت لكم ما ساكناش تما،
وولدهم الآخر كان خدام في المدينة كيجي مرة بالحق هو ما مزوجش. صافي بقيت تما ما نكذبش عليكم ارتاحيت واحد المدة وأنا مرتاحة. كنوض الصباح أنا كنعرف نشقى نطيب نوجد المهم كلشي كنعرف ليه. بالنسبة للعام اللي تزوجت فيه أنا تزوجت في 2015 بالضبط. كانت جدتي يلاه ماتت تقريبا بواحد 9 شهور بحال هكا، كان جدة ماتت في 2014. صافي تزوجت وليت نوض نوجد نطيب نشوف الراجل اش باغي اش خصو. غير هو لاحظت واحد الحاجة، لاحظت أن راجلي ما كيقدرش يهدر قدام باه، وباه متحكم فيه لواحد الدرجة ما يمكنش، لدرجة يقول ليه موت يطيح ميت هكاك، ما كيقدرش يناقش معاه. ولا مثلا قلت ليه انا شي حاجه كيقول لي وشوفي مع با، ماشي كيقول لي واخا ولا. لدرجه بعض المرات كنقول ليه مثلا خاصني نمشي للسوق نجيب شي حاجه، كيقول لي وشوفي مع با وشوفي مع با. يعني هو ما عندوش الكلمه ما عندوش القيمه، وانا هذا الشيء ما فهمتوش الصراحه. ومع ذلك ما كنت كنقول حتى شي حاجه، زعما ما كنتش كنحكر بزاف. حتى بالنسبة لمو كانت واحد الإنسانة عادية، ما غنقولش تكون قبيحة شرانية، كانت إنسانة عادية على الأقل، ماشي بحال أمي اللي ولداتني. على الأقل عمرها ما ضرباتني، عمرها ما عيراتني ولا نتفاتني. كاينه ديك التنكنيك والهضره ديال العكيزات، لا مال هادي ماشي في بلاصتها، لا مالك رونتي لي الكوزينه، مالك ما طيبتيش هادي، مالك ما درتيش هادي، مالك طيبتي هادي بحال هكا. هادشي كاين ما نكروش، ولكن باش أنها تضربني ولا شي حاجة نهائيًا. صافي دوزت معاهم مدة وبقينا هكاك، حتى لواحد النهار غادي يجي الراجل غيقول لي اسمعي أنا دابا راه غادي نمشي كونطرا للطاليان. قلت ليه كيفاش؟ قال لي كيما سمعتي أنا غنمشي كونطرا للطاليان. قلت ليه واش غديني معاك؟ قال لي أنا ما غنديكش معايا. قال لي انتي الكاغط وباقي ما درتوش معاك، عاد انا غنديك معايا. قلت له شنو تخليني هنا بوحدي؟ قال لي اسمعي هادشي اللي بغيتي هو اللي غادي يطرا، انا ما عندي ما ندير لك، ما عجبكش الحال سيري لداركم الا كانت عندك شي دار. كدبش عليكم هاد الهضره جرحاتني بزاف، طيحات مني النص. غادي يجي باه وغيهضر، قال لي اسمعي راجلك خليه يمشي يدبر على راسو، وزيدون شحال وحنا كنتسناو في هاد الكونطرا، يمشي يهز راسو يكون راسو، وانتيا معانا. النهار اللي غتكملي ان شاء الله 18 عام راه غادي نديرو لك الكاغط، وديك الساعه ولدي وليداتك وشوفي ما ديري، وهانتيا باركه معانا. وشحال من وحده راجلها كيمشي كيخدم وهي كتبقى باركه في الدار على مالهاش فيها. انا ما دويت ما تكلمت سكت، حيت صافي با قال الكلمه ديالو ما يمكنش تناقشيه مازال. بقيت بركه تما حتى وصل النهار اللي غادي يمشي فيه الراجل كان مشى في 2016 بالضبط. مشى السيد من تما تقطعات الخبار، حتى لواحد النهار كيعيط على امو، قال امي كي دايره لاباس عليك؟ امو ديك الساعه راه كانوا التليفونات راه ماشي ما كاينينش، راه غير لهنا 2016 راه اللي ما عندوش عنده داك التليفون ديال العظم، هذاك التليفون الصغير. كيعيط ليها لامي كي دايره لاباس عليك؟ بخير، هادي انا راني خدام، انا راني لاباس، انا راه ساكن مع الدراري. تصوروا ما عيط ليا، ما دوا معايا، ما قال لها دوزيها ليا والو، دوا مع مو قال لها سلمي عليهم صافي. هادشي انا قالته ليا غير مو. بقى فيه الحال كنشوف هاد الراجل ما مسوق ليا ما حتى شي حاجه. صافي بقينا تمايا، اليوم غدا اليوم غدا، حتى لواحد النهار عكوزتي غتقول لي انا راه غادي نمشي عند اختي لواحد المدينه، ومن تما غندوز عند بنتي حيت بنتها هي ساكنه في المدينه. قالت لي غندوز عند بنتي نشوفها وان شاء الله غادي نرجع. قلت لها صافي. قالت لي وانتيا بقاي وقابلي عمك فلان زعما شيخي انا. قلت لها واخا. هو بقيت تما كنشقى كنسالي، كنقابل شويه التلفازه نتفرج نتكا. وانا التلفازه ما كانتش عندي في بيتي، التلفازه كانت في واحد الصاله بحال هكا. صافي كنتكا شويه ومره كتديني عيني حتى كنقفز. غادي نلقى شيخي دخل وبارك وكيشوف فيا،
وأنا كنت لابسة واحد البيجامة طويلة بحكم أنا ما كنلبسش بيجامة ديال السراول في الدار، بيجامة غير طويلة وصافي. شفت فيه وتخلعت، قلتلو ياك ما بغيتي شي حاجة نوجد لك شي حاجة عمي؟ قال لي لا 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 ارتاحي ارتاحي خليك متكية. أنا أصلا كنت غادي نخرج، بغيت نقول لك غير واش خصاتك شي حاجة. قلت لي لا خصني والو. قال لي صافي ارتاحي صافي ومشى. كدبش عليكم تخلعت، قلت ويلي ياك لاباس. صافي نط وجدت داك العشية حطيتها سمنات ورديت الحريرة للعشاء. حطيت داك المسمن جا مع ديك 5:30 6 بحال هكاك، ويقول لي كنشم الريحة ديال الحريرة، هي درتي لي الحريرة العفريتة. هاد العفريتة ما فهمتهاش، انا ما عمرو ما دوا معايا بحال هكا، كيفاش العفريتة؟ قلت لي عمي درتها. ويقول لي مزيان مزيان، والله يرضي عليك الله يرضي عليك، ديما كديري لي داكشي اللي كنبغي، ماشي بحال هاديك. قلت لي شكون هاديك؟ هو يقول لي عجوزتك، قال لي ديما تطيب غير اللي بغات واللي بغا ولادها، اما انا كاع ما مسوقه ليا، انتي اللي كتردي ليا البال وكطيبي ليا وتوجدي ليا. قلت ليه الحمد لله انت راك في المقام ديال الوالد. هو يقول لي وماشي تا ديك الدرجه، زعما ماشي كبير بزاف اولا. قلت ليه كيفاش؟ قال لي واش كنبان لك انا كبير بزاف؟ واش شحال كتبان لك عندي من عام؟ جاني السؤال ديالو غريب بزاف. قلت ليه اسمح لي يا عمي غادي نوض نطلع على الكوكوط. هو يشد ليا يدي قال لي ما كيزربانه. قلت له غنمشي نشوف الكوكوطات تحرق. هو يقول لي قلبي اللي كيتحرق. قلت له كيفاش؟ قال لي والو سيري بنتي شوفي الكوكوط. صافي مشيت شفت الكوكوط، فاش ساليت بقيت في الكوزينه ما جيتش بركت معاه، بقيت كنقاد شي ميعنات كنوجد دقيق باش ندور هذيك الحريره، كنقاد بان ليا شي عدس خصو يتنقى حتى هو نقيتو درتو في القرعه وبقيت كنتلاها في الكوزينه، ما بغيتش نتلاقى معاه وجهي في وجهه. ما عرفت ديك الهضره ديالو جاتني غريبه، بان لي انه راه كيتقرب مني كيحاول انه يتحرش بيا، ديك الهضره ما خصهاش تقال وبزاف د الحاجات ما نكذبش عليكم. صافي واحد شويه انا واقفه في داك البوطاجي كندوز عليه واحد الزويف بجافيل، حتى هو يجي من ورايا وقاسني. ما نكذبش عليكم انا تخلعت، قاسني بواحد الطريقه يعني بحال عنقني بحال هكا. انا ما بغيتش نقول لكم شي حاجه ديال قله الادب، ولكن هذا الشيء اللي كان. صافي وانا نتخلع الدوره اللي جيت بغيت ندور هو عنقني حتى حسيت بالعضو الذكري ديالو، حسيت بيه. قلت ليه عمي اش كدير؟ وانا نحاول ندفعو، هو كان صحيح عليا. قال لي ما تبقيش تقولي لي يا عمي. قلت ليه اش غنقول لك؟ قال لي عيط ليا بسميتي مصطفى. قلت له عمي الله يهديك اش كدير؟ قال لي لا انا ما عم حد. صافي هو يخبطني هكا دفعني ومشى. ما نكذبش عليكم تخلعت بزز باش قدرت نكمل ديك الحريره في الطياب. طابت دورتها، ما عرفت راسي واش زدت الملحه ولا زدت الزيت ولا الله على ما شو زدت فيها. حطيت عليه تما في الطبله، دخلت للبيت وسديت عليا ونعست. والمشكل هو الباب ما كانش عندي الساقطه، كان غير كيتسد هكا غير كتردو وصافي، ما فيه لا ساروت لا حتى حاجه. بقيت متكيه ومخلوعه كنفكر في الليل وانا سمعت تقرقيب، كنسمعو هو كيقرقب وانا نوض. تخلعت وبقيت كنتصنت وقاطعه الحس. واحد شويه مشى صافي وبقيت ديك الليله كامله مخلوعه. الصباح ما بغيت كاع نوض. واحد شويه وبدات يعيط ناجيه ناجيه. نط انا مخلوعه قلت ليه نعم عمي. ويقول لي يا قلت لك ما تبقيش تعيط لي يا عمي. انا كنقول سيدي ياك ما نسى ياك ما كان شارب شي حاجه ياك ما الساعه والو، الشيبه العاصيه عاقل على راسو اش كيقول. قلت ليه نعم. ويقول لي شتك ما وجدتي لا فطور لا والو، مالك صبحتي ناعسه؟ قلت ليه لا ما كاين حتى حاجه. ويقول لي ياك ما بيتا كتحلمي بيا العفريته. قلت ليه شنو؟ قال لي شوفي اجي حدايا اجي. ما بغيتش نجي حداه. قال لي قلت لك اجي.
زيدي. انا هو كان كيخلعني حيت كلمته راه ما تطيحش للارض، راه ما يمكنش البنات كيفاش داير. مشيت بركت حداه ويقول لي شوفي، اللي بغيتيها هي اللي تكون، انتي امري وانا ننفذ. قلت لي كيفاش؟ قال لي اسمعي، انا راني قلت لك اش كاين، بغيتي تشري شي حاجه، بغيتي اي حاجه بغيتيها، انا موجود. وهانتي ياك غدا السوق، انا غدا غنديك للسوق. قلت له عمي شكرا، ولكن انا هادشي راه ما مسلكنيش. قال لي شوفي، قلت لك ما يكون غير خاطرك، الا نوضي وجدي الفطور. ناضت وجدت ليه داك الفطور حطيته. قال لي لا سخني ليا من الحريره ديال البارح، سخنت ليه زلافه منها حطيتها ليه. بقيت غير كنشوف داك المنظر، ما فهمت والو. ويقول لي شوفي، يلا وجدي شي غديوه مزيانه، انا في العشيه عندي شي شغل غنتعطل شويه بالليل، غير تعشاي ما تسنينيش. قلت ليه واخا. قال لي غدا انا غادي نديك للسوق وغادي نبرعك. انا ما دويت ما تكلمت، سكت. صافي هي هاديك، وجد داك الغدا حطيته تغدينا، ما قال لي والو الصراحه في الغدا. في العشيه بالفعل ما جاش، جا معطال، ما عرفتش انا كاع فوقاش جا، نعست انا. الصباح فقت لقيته واقف لابس حوايجو. قال لي يلاه زيدي. قلت ليه الفطور. قال لي زيدي، قلت لك زيدي. مشيت معاه، بقينا غاديين. وشيخي انا كانت عنده هو الطوموبيل. بقينا غاديين حتى وصلنا لهداك السوق الصباح بكري. وقفنا قدام الجزارة، بدات ياخد الكبده، الكفته. قال لي عمر لي واحد براد ديال اتاي. صافي وحط هداك الشيء، فطر بالشوا البنات. انا الشوا عمرني في حياتي ما فطرت به مع الصباح، كناكلو من العيد للعيد، لا في دار با لا مني جيت للدار ديال جداتي. قال لي كولي، حشمت انا. قال لي كولي ما عندك مناش تحشمي. قال لي تا داك الشيء. وبقيت غير كنشوف كيفاش واحد جا وكيخسر في الفلوس وكيفطر بالكفته مع الصباح. جاتني غريبه بزاف. صافي سالينا داك الفطور، مشينا. داز عاوتاني عند واحد السيد كيبيع داكشي ديال الحوايج، هذاك الشيء ديال بلاكيور. خدا ليا جوج بيجامات، واللي زاد يعني الطين بله كما كيقولوا، هو خدا ليا حتى الملابس الداخليه. هو يقول لي هادو اللي غيجيو قدك، وكيتصرف معايا بحال انا مرتو، ما كيتصرفش معايا على اساس انا مرت ولدو. وفاش دزنا على واحد خينا كيبيع هذاك الشيء ديال الزيوفه، كيبيع المهم داك الشيء ديال العيالات. فاش قلت ليه لا عمي، هو يقول لي سكتي. هو يجرني ويقول لي قلت لك ما تقوليش لي عمي، قولي لي مصطفى. انا حشمت. صافي بدات ياخذ لي داك الشيء، وداني عند واحد مول الكروسه حتى هو كيبيع داك الشيء ديال المكياج، المهم داك الشيء ديال تما. وانا راه ما عندي المكياج لا والو، ما عندي حتى حاجه، عكر هو الاخر عمرني ما درتو. وتخيلوا عمرني درت العكر في حياتي، حيت ما عنديش. بدات ياخذ ليا منك يا عكر واش منك يا ريحه. ديك الريحه ديال ريف دور هي اللي كانت كتباع تما في داك السوق. المهم داك الشيء على قد الحال ضاربه فيه الشمس وصافي. خدا ليا داك الشيء، المهم تقدى ليا من كل شيء، خدا ليا الباندات الفيليلات بحال كيتقدى لشي بنت صغيره، وفي نفس الوقت المكياج وهذا لشي بنت هكا مرا زعما مجوجه. تمينا غاديين، خدا ليا القليه، خدا الحماص طايب هذا كيقولوا ليه هربل. المهم خدا بزاف د الحاجات، ويقول لي واش خاصها شي تقضيه للدار. قلت ليه لا ما خاص والو، كلشي كاين. ايوا صافي حتى مشينا وركبنا تاني في الطوموبيل. ويقول لي عرفتي شنو، انا تشهيت غادي نديك لواحد البلاصه. قلت ليه فين؟ ويقول لي غير زيدي زيدي. مشينا لواحد البلاصه بحال فيها واحد الواد بحال هكاك. ويقول لي وهانتي انا برعتك اش بغيتي. قلت ليه شوف الله يعطيك الخير، غير هو هذاك الشيء اللي كنتي قلتي لي عافاك غير نساه. ويقول لي شوفي، انا بغيتك وبغيتك ليا، وهذاك الشيء اللي ما كيعطيهش لك راجلك انا غنعطيه لك. قلت ليه كيفاش؟ قال لي شوفي راجلك غابر عليك، وبغيت نكون لك انا هو الراجل اللي بغيتيها تحضر واللي بغيتيها تكون ليك. قلت لي واش من نيتك؟ ويقول لي شوفي، كنهضر معاك فوق نيتي ليها، انا بغيتك ليا
وعشقتك ليا وبغيتك تكوني معايا وديري ليا غير خاطري وراه خاطرك هو اللي غادي يكون. قلت ليه الله يهديك راك مزوج. قال لي اش من زواج الله يهديك زواج الهم حيد عليا. صافي ركبنا في الطوموبيل مشينا للدار. ملي مشينا قال لي المهم انا غادي بغيتي تغداي طيبي لك غير البيض وديري لك شي حاجه غير خفيفه ما ديريش بحسابي. قلت ليه صافي. مشى. ايوا بقيت انا تما كنفكر شويه نط كنقيس دوك الحوايج وكنحاول ندير داك العكار وكنشوف وكيبان لي راسي زوينه بداك الشيء بداك المكياج وداك الشيء. غادي يجي في العشيه ويقول لي ايوا امضره قيستي دوك الحوايج. قلت ليه راه قيستهم الله يعطيك الخير. يقول لي واش شتي ويجبد من جيبو 4000 ريال. قلت ليه هاكي خودي خودي. قلت ليه لا لا ما محتاجاش ليها. قال لي شوفي من اليوم تانتيا بداي تمشي للسوق وشري اللي بغيتي خدي اللي بغيتي ما تجيبيش قال لي للدار لا الدار قال لي انا اللي مكلف بيها هادشي ديالك. بغيتي تمشي للفيلاج انا نديك اللي بغيتي ديريها ديريها. بقيت كنشوف فيه ويقول لي شوفي قلت لك شدي ما تحشميش ما تعاوديش معايا الهضره. شديت هذوك الفلوس ويقول لي ايوا راه شتك بحال درتي العكر ومسحتيه. انا حشمت قلت لي باش عرفتيها. قال لي حيت ما مسحتيش مزيان. قال لي المهم راه جاك زوين وبدا يديريه وديري الكحول وديري الريحه راه غتجيك زوينه. بقيت انا غير كنشوف. الغد لينا البنات انا في الكوزينه كنوجد حتى جا السيد من ورايا ولصق عليا وبدا كيدير شي تصرفات ماشي هما هادوك. مره كيقيسني هنا مره كيقيسني هنا واحد شويه يدو المهم مشات لشي بلاصه ما خصهاش تمشي ليها. قلت له الله يهديك. ويقول لي شوفي انت اللي الله يهديك انا بغيت نعوضك. ولدي مشى وخلاك فتيه وصغيره. ولدي جاهل وانا بغيت نكون لك انا الراجل. انا بغيت نعوضك. قلت له راه مرتك غادي تجي راه هادشي اللي كدير فيه راه ما خصوش يدار. انا ما نكذبش عليكم انا باش نجيكم من الاخير انا ما كتعرفوني ما كنعرفكم. انا جايه نعاود القصه ديالي باش نخوي قلبي واللي بغات تعايرني اللي بغات تسبني. انا كنعاود لكم بالنيه الخالصه. عجبني الحال. باش نجيكم من الاخير ما عجبنيش انه يتقرب مني ويبغي يتحرش بيا وداكشي. ولكن هذاك التهلو وهذيك المعامله وانه يعطيني الفلوس ويديني ويخرجني ويفطرني برا وجاب لي الحوايج شراهم ليا وزيد عليها عطاني الفلوس وكيفاش كيدوي معايا والهضره الزوينه. انا ديك الهضره عمرني سمعتها من راجلي. انا راجلي عمرو ما شرى لي حتى كيلو طوال الاخر يعني ولا كيتعامل معايا مزيان الصراحه. وهذا التعامل هو اللي عجبني بحال انا كنت كنحس به بحال كيحن فيا داك الحنان ديال با بحال كيبغيني داك الحب ديال راجل فهمتوا يعني. وهذا الشيء انا كنت محرومه منه الصراحه الله كنت محرومه منه. صافي هي هذيك انا ما دويت ما والو. مره اخرى تاني غادي يجي يتقرب مني انا ما غاديش ندير رده فعل. شويه ويجي عندي ويقول لي شوفي باش نجيك من الاخر. قال لي سمعي ما تقوليش هذا راه باغي يدير معايا شي حاجه. قال لي انا راه ما نقدر ندير معاك لا انتي لا غيرك. قلت ليه كيفاش. هو يقول لي شوفي انا راني مريض. قلت ليه باش مريض. قال لي انا راه فيا واحد المرض هو انني عندي عجز جنسي. قال لي غير كنبغي نمتع عينيا وصافي. انا فاش قال لي هاد الهضره بردت واحد شويه ما نكذبش عليكم ولكن هو فيه دوك الفعايل ديال يقيسك هنا ويدير لك هنا فيه هادشي. صافي بقينا هكاك حتى غادي تعيط عكوسي وغتقول راها جايه. حسيت بيه ما عجبوش الحال. قال لي وها هي جايه عاوتاني. والمهم ردي البال لراسك. وبقينا غاديين مره فاش جات عكوسي مره كنكون في الكوزينه حتى كيدخل يا كيغمزني من هنا ولا كيقيسني من هنا وكيخرج. ومره في السيمانه كيجي عندي يا في الكوزينه يا كنلقاه دير لي 4000 ريال تحت المخده ديالي في بيتي. المهم هاد 4000 ريال في السيمانه ما بقاش كيحيدها ليا.
ولا كيقول ليها انا غندي معايا فلانه وغنمشي نتقدى، وهي كتقول ليه سير، هي اصلا ما عندهاش مع السوق وهادشي. فاش كنمشي انا وياه يديني ويوكلني ويشري ليا ما يخلي ما يجيب ليا. ايوا ملي كنجي للدار هادوك الحوايج كنغبرهم، كيقول لي غبريهم. ولا مهلي فيا ويشري ليا الملابس الداخليه، انا اللي كانوا عندي 2 كيلوطات، واحد نصبنو وواحد نحطو، شري ليا. وتما بداو كيبانوا عليا الحوايج. وهي تجي ليا العجوزه قالت لي هادوك الحوايج منين جاوك؟ قلت لها اين حوايج؟ قالت لي بانوا ليا منشورين، شي قراصن منشورين، منين جاوك؟ قلت لها والو ما جاوني من حتى بلاصه. قالت لي غير قولي. قلت لها راه عمي دور معايا وشريت شي حويجات وصافي. قالت لي شحال عطاك؟ قلت لها عطاني 1000 ريال. قالت لي وماك ما قلتيها مالكي ساكته، غا قوليها ولا خايفه؟ قلت لها راجلي ما عيطش ليك. قالت لي يا راجلك؟ انا راجل. قلت لها راجلي. قالت لي يا راجلك ما عمرو ما عيط، غير خلاك لينا هنا كيف الهم ومشى. المهم السيده بحال ولات كتقلب عليا شويه وهي تمراض، مرضات واحد المرضى خايبه. ناض هذاك ولدها اللي في المدينه قال لها شوف امي انا غادي نجيبك. قالت ليه لا وانت ساكن مع الدراري وهذا. قال لها شوفي انا غادي نجيبك عندي والدراري غنصيفطهم ونقابلك ونبدا نديك للطبيب. صافي تما وانا نقول لها نمشي معاك. قالت لي ما عندك فين تمشي، بركي الارض. كان دا هذاك ولدها مشات. ايوا تما داك الشيخ غادي يتطلق على 20. ولا كيدور السيد غا بالشورط في الدار، يدخل يعوم يعيط ليا اجي حكي ليا ظهري، ندخل نحك ليه اجي ديري ليا هادي، ديري ليا المساج لرجليا. ولكن شي علاقه جنسيه هكا كامله راه ما كايناش. صافي وليت غاده معاه في داك الهوى ديالو. حسيت بيه عوضني، عوضني في الراجل، عوضني في الحنان ديال الاب، عوضني في الام، عوضني في كل شيء. واحد النهار قال لي نوضي انا غنديك. قلت ليه فين؟ قال لي غنديك للمدينه. تصوروا البنات اول مره غادي نمشي للمدينه. ركبت معاه في الطوموبيل، قال لي ديري العكر وتقادي. ودرت العكر ودرت الكحول والريحه ولبست مزيان وركبت حداه ومشينا. مشينا للمدينه ودورني وداني هنا وهنا وشرى لي الحوايج. عجبني الحال. مني بغينا نجيو تصوروا داني عند مول الذهب وشرى لي واحد دبليش وعطاه بزاف ديال الفلوس. قال لي هاكي هذا الكادو ديالك. فاش شمينا غاديين هو يقول لي خبيه خبيه باش خالتك ما تشوفوش، زعما على عكوستي. وانا نسولو قلت له قول لي مصطفى. ديك الساعه كنقول ليه غير بسميتو. قلت لي علاش كدير معايا هادشي؟ قال لي حيتاش عشقتك وبغيتك. قال لي وانا كون كنت في بلاصه ولدي الهبيل ولدي المكلخ ما غاديش نمشي ونخليك. قال لي غنديك في يدي. قال لي ولكن ولدي ما عارفش بالقيمه ديالك، انا عارف بقيمتك. مشينا للدار وداك الدبليج غبرت ليه الاثار. كنت درتو في واحد الميكا ولحتو ورا الباليزات فوق الماريو، يعني ما غاديش يبان اصلا، غيبان غير ميكا وصافي. وبقينا على داك الحال، مره يشري ليا، مره يدور معايا، حتى لواحد النهار غادي يجي وغيعطيني 100,000 ريال. قلت ليه هادي ديالاش؟ قال لي راه بعت شي عجوله وهاكي التدويره ديالك تستاهلي الزين. قلت ليه الله يخطيك. ويقول لي شوفي انا غادي نجيب اليوم شي قريعات قاد ليا شي جلسه وتما غادي نعرف بلي الشيخي كيشرب. قلت ليه واخا، كيفاش غندير لهاد الجلسه؟ قال لي ديري ليا شويه ديسير شويه ديال الشعبي وشطحي ليا شويه. قلت ليه نشطح ليك؟ انا ما كنعرفش نشطح ليك. ويقول لي شوفي لبسي ليا غير واحد اللبسه انا غنجيبها لك في العشيه وصافي. والشطيح دابا تعلمي ليه مع الوقت. جا في العشيه جاب معاه شي قراعي، حليتهم ليه، حطهم، حطيت ليه الكيسان، حطيت ليه داك الديسير مقطع، حطيت ليه اللوز الكركاع التمر، المهم كلشي حطيته ليه. ويقول لي وجيب لي شويه الملحه نديرها في الشراب. قلت ليه الشراب كدار فيه الملحه؟ قال لي سيري جيبها ليا. جبتها ليه دارها. غادي يجيب ليا ديك الكسوه ولبستها. وكيفاش دايره هذيك الكسوه زوينه بزاف وكانت معريه شويه. لبستها وعجبني راسي.
قال لي شتي كيفاش جاتك، شتي الحمار ديال ولدي اش مضيع شتي. قال لي واجي بركي حدايا. بقيت باركه حداه، بقى كيشرب حتى صافي شويه غادي يطيح الكاو. هو يقول لي كون غير عرفتك شحال هادي. قلت ليه الصراحه انا ندمت بزاف على هاد الشيء وما بقيتش قادره. قال لي شوفي واش عمرني درت معاك علاقه. قلت ليه حيتاش انت مريض ما قادرش. قال لي شوفي انا ما درت معاك والو. قال لي وزيدون انت الانسان خاصو يتهلا فيك. بقيت كنشوف فيه قلت ليه ولدك. قال لي ولديك راه مدبر على شي قاوريه بارك معاها، ولدي كيفكر فيك انت بعدا. وبقيت تما تصوروا هادشي ولا عادي بيني وبينه. ديما تنخرجوا تندخلوا وبنادم كلشي تيقول مصطفى مفاهم مع مرت ولدو، ومرت ولدو كيفاش كتعامل معاه وماليا فيه. السيد راه كتدير عليه كيف الماء القليل، ما يمكنش اللي بغاها تحضر. وما كلتو كان مرض واحد الوقيته كندير ليه الماكله مسوسه مغليه فيه الطياب، اللي بغاها كتحضر ليه، بيتو ديما منقياه، مهم كلشي. حتى غادي تبرا عكوستي رجعت للدار وحسيت بلي الاجواء ماشي هما هادوك، ولاو عندها المشاكل مع راجلها بزاف. ولات ديما تتقول ليه مالك نتايا غير كتنقر عليا، مالك نتا هادي. والسيد ولا كيجبد معاه المشاكل. حتى لواحد النهار غادي تعايروا وانا في الكوزينه، قالت لي وكون كنتي غير راجل بعدا، انت ميت لك الموتور وداير هاد الحاله، حمد الله لي انا قابله عليك. هو يقول ليها قابلين عليا ما حسن منك وما صغر منك ومزيان منك يا الشارفه العقيصه، سيري بحالك خرجي عليا. قالت لي ياك. صافي تما كان مشى خرج وهي تبدا تبكي وتغوت، وهي تقول لي اجي لهنا زيدي. قلت لها نعم. قالت لي قولي لي هاد الشارف العارف انا فاش ما كنتش، ياك ما كان كيجيب شي وحده هنايا. قلت لها لا بالعمى. قالت لي ياك ما شفتي مع شي وحده قولي لي شنو شفتي. قلت لها ما شفت والو. تما غادي تخرج بدات كتسول الجيران وكتقص من هنا ومن لهيه، وهي تجي عندي شدتني من شعري قالت لي قولي لي فين كنتي كتخرجي معاه. قلت لها والله ما مشيت معاه لشي بلاصه. قالت لي شوفي الجيران شافوكم غاديين جايين كل يومين كتخرجوا، ما يمكنش 10 ايام غتخرجوا فيها كل يومين واخا تكونوا ما عرفت شنو كديروا. قلت لها لا راه غير كان مريض وكان كيمشي للطبيب وكان كيدير التحاليل وكيقول لي يلاه معايا باش ما نسخفش. قالت لي متاكده. قلت لها متاكده. ديك الساعه طرت على التليفون وخرجت وانا نصوني ليه الو. قلت لي شوف راه اش قالت لي واش قالت لي وهاش قلت ليها واش قلت ليها. قال لي صافي هناك الله. التليفون كان عندي غير تليفون عادي هو نيت اللي كان شراه ليا ديك الساعه. صافي دخلت للدار جا نوضتها معاه، قال لها بزاف عليك وانا حيتاش كنت مريض وانتي ما تسوقتيش ليا مشيتي عند ولدك وخليتيني، وهي راه غير مشات معايا حيتاش انا كندير التحاليل وكنسخف وانا راه مريض. وفعلا دوك الايامات شافتني كنطيب ليه المسوس. قالت لي علاش. قلت لها راه مريض راه خرجوا ليه التحاليل راه فيه الطونسيون. صافي تما دوك الايامات قلب عليا ما بقاش كاع كيدوي معايا وحتى انا ما كندويش معاه. غير هو كما قلت لكم مره في السيمانه كنلقى 4000 ريال في البيت، هذه ضروري ما يحيدش ليا الطبيب. كل مره كنلقاها في شي بلاصه، مره كنلقاها تحت المخده، مره كنلقاها في هكا في المانطه، كل مره فين. ودوك الفلوس كنخبيهم حتى لواحد النهار غادا تجي امي كتسول فيا، جات كي دايره لاباس عليك هادي. ما كتبش عليكم هي كتسول فيا وانا كنهضر معاها بدم بارد، ما مسوقاش لها حتى انا، يعني كما هي سمحات فيه سمحت فيها صافي قلبي تحجر. هي تقول لي ايوا واش هاد الحاله والراجل مشى وخلاك، جات بحال بغات دير ليا مشكل. صافي شويه وهي تقول لعكوستي انا بنتي غنديها. قالت لها فين تديها. قالت لها غنديها. هي تقول لها عكوستي وراجلها راه ما كاينش. وهي تقول لها وانا دابا مريضه وبغيت بنتي تمشي معايا تقابلني وانا عندي الترابي. وديك الساعه كانت ولدات عاوتاني، يعني ولدات الولد الاول وهذا الثاني. قالت لها بغيت تقابل معايا وهذه من هنا ومن لهيه، وفهمت انها باغا غير تستغلني. وقالت لها انا راني خدامه وما عنديش لي قابليه الدراري، تيجي راجلها ويجي يديها. هو ينقز عليها الشيخ بواحد اللسان قال لها سمعني نقول لك هذيك الشارفه هذيك العاقصه، انتي
مشيتي تزوجتي وبنتك لحتيها، ودابا جايه باغا تديها باش تشقى عليك. سيري شوفي لك الخدامه ولا شوفي لك شكون. وما يمكنش تدي البنت وتحطيها مع راجل امها. قالت لي وانت دابا اللي بارك معاها اش كتجيها؟ قال لها انا مسؤول عليها ومخليني ولدي وصي عليها. قال لها يلا جمعي راسك خوي علينا من هنايا. صافي عقوزتي حتى هي دارت فيها، قالت لها لا ما يمكنش، انت كيفاش تلوحي البنت ودابا جايه باغا ديها باش تشقى عليك؟ سيري قلبي على اللي شقى عليك. صافي امي كانت مشات ما عجباش الحال، وكانت قالت لي عطيني النمره ديال التليفون ديالك حيت عرفت ولا عندي تليفون ومشات. ومره كتصوني ليا وكتبقى تطلبني وتزاوقني، عافاك واجي عندي وقابلي معايا الوالد ما قابلي معايا الولد. تما غندوي مع كوسي، قلت لها شوفي نمشي عندها نبرك عندها غير سيمانه ندير لها خاطرها ونرجع. قالت لي شوفي مع عمك الا قالك سيري سيري. صافي شفت معاه، قال لي والو ما تمشيش، وهي تقول لي العكوسه صافي غير خليها تمشي سيمانه وترجع ماشي مشكل. ويقول لها سيري معاها، قالت لي انا ما نمشيش معاها انا مريضه وما قاداش. قال لها ولا مشات عدى عليها هذاك راجل امها. قالت لي وحنا باش عرفنا غيتعدى عليها، صافي بغات تمشي خليها تمشي عند امها، مالك داير على هاد الحاله هادي؟ ويقول لها لا ولدي مخليها عندي امانه. قالت لي راه عرفناها امانه. قالت لي راجلها ما مسوقش ليها وانت داير عليها هاد الحاله بزاف هاد الشيء. صافي تما كان قال لها صافي انا غادي نديها. ما تصونيت على امي، قالت لي فين البلاصه فين ساكنه فين. دوزتو ليها في التليفون نعتات ليه صافي وكان داني. وقبل ما نطلع غادي يجبد لي 20,000 ريال البنات. قال لي شوفي هاد الفلوس خبيهم، ولا احتاجيتي شي حاجه شريها، وتليفونك انا غنبقى نصيفط لك الروشارج. وبقاي تعيطي ليا كل نهار مع 5:30 ديال العشيه وقولي لي الاحوال كيفاش، ونهار الحد انا غنجي نديك. ولا تقرب منك هذاك ولد الكلبه قوليها ليا. قال لي راني عارفو وسول عليه وكنعرفو شكون. قلت ليه صافي. ايوا صافي قبل ما نمشي سلم عليا من هنا ومن هنا وطلعت. قالت لي مالو ما طلع معاك؟ قلت لها راه ما مساليش. صافي بقيت معاها قابلت معاها الولاد، وراجلها كان واحد الانسان في شكال سكيري كيشرب. انا واخا شيخي هو كان كيشرب ولكن مره في الزمان ماشي ديما. صافي بقيت تما مقابله معاها الولاد وراجلها شويه في شكل شويه، ويجي عندها ويقول لها تخيتي هذيك كون غير مشات بحالها تبقى الدور حاضياني، انا ما واخدش راحتي، انا هادي انا هادي. قالت ليه لا وانا خدامه وانت كتشوف. امي ديك الساعه كانت خدامه وكتضرب تماره، يعني راه ما كانتش كتسالي كاع لهادوك الولاد، كانت والده جوج ديال الدراري. وسبحان الله حتى واحد فيهم ما كيشبه ليا، انا كنت كنشبه الوالد. هو بقيت معاها وكل نهار مع 5:30 كنمشي وكنشد واحد القنت حتى كنلقاه كيصوني عليا وكيصيفط ليا الروشارج وكلشي. كنهضر معاه كيقول لي اش درتي اليوم، كنعاود ليها شنو، كيقول لي الدار بلا بيك خاويه، ملي مشيتي وانا معاها في صداع والمشاكل، كون غير ماتت وهناتنا، كون غير هادي كون غير هادي. صافي بقيت تما حتى لنهار الحد غادي يجي عندي باش يديني. جا وبالفعل كان داني. امي ما بغاتش، قالت لي لا بقاي معايا. قلت لها صافي خصني نمشي. مني تمينا غاديين هو يقول لي شوفي ما كرهتش طلقي من ولدي ونتزوج بك. قلت لي راه ما يمكنش. هو يقول لي شوفي انا ما كرهتش. قلت لي وها انا قاعد تزوجت بك شنو غنديروا الولاد غنديروا شي حاجه؟ قال لي وها انت مزوجه بولدي درتي الولاد درتي شي حاجه؟ قال لي على الاقل انا بعدا راه مديها فيك مهتم بيك باغيك كنبغيك. اما ولدي اشنو كيدير على ودك؟ كيدير على ودك شي حاجه؟ راه ما كيدير عليك والو. ولقيت بلي الهضره ديالو بصح. هذيك 20,000 ريال مني بغيت نجي جبت منها 8,000 ريال وعطيت 4,000 لهاد الولد و4,000 لهاد الولد قدام ماما. قالت لي منين جاوك الفلوس؟ قلت لها راجلي راه كيصيفط مره. قالت لي هو مزيان انت بعدا لقيتي الراجل اللي يصيفط، اما انا كنصرف عليه. ومشيت من تما. ومره بقات كتسول فيا ومره كتقول لي اجي عندي. ولكن ما لقيتش كيفاش ندير نمشي عندها، اصلا ما عجبنيش عندها الجو الصراحه. حتى داكشي اللي كانت كدير فيا ما نسيتوش، يعني بقيت عاقله عليه. رجعت للدار وبقيت عايشه، ومن سيمانه لسيمانه كنمشي للسوق كنتقدى، وكل مره كنجي واكله شبعانه. كتقول لي فين مشيتي شنو درتي هادي؟ كنقول لها مشيت تقديت وجيت. حتى لواحد النهار
غادي تدخل عندي للبيت وغادي تجبد ديك 100,000 ريال اللي كان عاطيني وكنت مخبياها، و100,000 ريال أنا كنت عازلاها بوحدها، ماشي هادوك الفلوس الأخرين اللي كيعطيني 4000 في السيمانة نقدر مرة نخسر منهم و10 لا، ولكن كنت مخبياهم بوحدهم. شافت هاديك 100,000 ريال قالت لي هادي منين هزيتيها، هادي منين جاتك، انتي كديري شي حاجة. قلت لها ما كندير والو. غادي تشدني من تما من شعري، قالت لي دابا تقولي لي شنو كديري. ناضت عيطت لراجلها، قالتها ليه، قال لها زكاي زكاي بعدي منها انا جاي دابا. صافي جا، قال لها شوفي هاد 100,000 ريال راه انا اللي عطيتها لها. قالت لي علاش تعطيها، قال لها عطيتها لها وقلت لها خليها عندك، ما تعرفي الايام اليوم وغدا شنو غادي يطرى، ما تعرفي نموتو ولا شي حاجه، والمهم تلقى باش تكون. قلت ليه لا ودسترتيها وهادي وعلاش تعطيها الفلوس. صافي بقى كيدوي معاها من هنا من ليه من هنا من ليه حتى كنسكتها. قال لها لا راه خفنا غنموتو، ديك المره كنت مرات وانتيا مريضه وتلمتنا والسيده ما مكاتبه مع الولد ما حتى حاجه. صافي قال لها من الافضل انها بعدا تلقى باش تكون. صافي ما قالت ليه حتى حاجه، حيت لحد الساعه انا راني باقا ما مكاتباش مع السيد، يعني مزوجينها بالفاتحه. صافي بقينا هكاك حتى لواحد النهار غادي يعيط الراجل كيعيط لمو، انا غنجي انا غنجي. جا السيد ملي جا كيفاش داير، هاي البنات راه تبدل بزاف. جا مقدي جايب الوالديه وانا ما جايبش ليا حتى قرعه د الريحه، تخيلوا. فاش جا السيد هو يقول لي هاد الحوايج اللي عندك منين جاوك. قلت له راه باك كيعطيني مره مره وكنشري. قال لي مزيان، غادي يبرك معنا 10 ايام. مشى، كان جا عنده هذاك خوه نيت، مشى معاه. غادي نعرف بلي مشى وسافروا، مشى سافر ودا معاه خوه وشي صحابو وحدين اخرين، وانا ما تسوق ليا ما حتى شي حاجه حتى النهار اللي بغى يمشي. هو يقول لي واش ديري المسمن والبطبوط وديري لي سلو. قلت لي كي غندير لي هادشي كامل، قال لي ديري ليهم كيف ما عجبك، واش ديري هادشي باش نمشي. وجدت ليه داكشي كامل. من يبغى يمشي هو يقول لي هاي عليك نتيا، العلم الله علاش مطويه. قلت ليه علاش مطويه، ويقول لي العلم الله والعلم الله. تصوروا ملي جا الا قلت لكم العلاقه طرات بيني وبينه مره واحده فقط، عمرو ما عاود قاسني. وتما شيخي هو يقول لي واش درتو شي حاجه. قلت ليه غير مره وصافي. يقول لي شتي علاش كنقول لك راه انا اللي نصلح ليك. المهم انا واخا هكاك ما كنجرحوش في الرجوله ديالو ساكته، كان مشى بحالو وبقيت تما. من تما عمرو ما جا. ولحد الساعه انا راه عايشه في الدار ديال شيخي وعكوستي. فاش كتمشي عكوستي راه كنعيشوا الحياه بالطول وبالعرض، علاقه كامله راه ما عمرنا ما درناها، حيت السيد اصلا عنده عجز جنسي، مهلي فيا كيعطيني الفلوس. مؤخرا في هذا العام اللي داز داني للمدينه وحل ليا واحد الكونط في البنكه. لاكارت ناسيونال تقاتل معايا، طلع وهبط، مشينا حتى لعند با، خدينا الحاله المدنيه، طلع ليا لاكارت وقاديتها. حل ليا الكونط في البنكه. فاش قاديه لاكارت قلت لي دابا شنو غندير. امي صونات ليا فاش سمعتني قاديت لاكارت، قالت لي خصك تكاتبي مع الاخر. الاخر انا ما بغاش نقول ليه اصلا نتكاتب معاك، انا اصلا ما حاملاش الحياه معاه. شيخي كيقول لي لا ما تكاتبيش معاه، وفي نفس الوقت كيقول لي خصك تضمني مستقبلك، وانا راني باغي نتزوج بك طلقي منه. ودابا ما كذبش عليكم واحد العقل تيقول لي نتزوج به، حيت اصلا الاخر ما داير معايا والو، لا ورقه لا جوج، يعني مزوجين غير هكاك. واحد راس كيقول لي نتزوج بشيخي يضمن لي مستقبلي، حيت مؤخرا شرا واحد الدار في المدينه. وكنقول لي واحد الراس نعل الشيطان ونبقى مع الراجل، ولكن الراجل كيقول لي انا راه عمرني ما نديك، انا ما عارفاش اش غندير. المهم كما قلت لكم العام اللي فات حل لي الكونط في البنكه، ووليت مره في الشهر ولا مره في الشهرين ولا الا كنت نازله عند ماما للمدينه كيديني وداك الفلوس اللي كنجمع كيزيدني عليهم، كيعطيني الفلوس بالهبال. دابا راه وصلت ل9 المليون اللي جامعه. راه مده هادي، راه دابا راه 11 عام ديال الزواج، راه ماشي ساهله. 9 المليون اللي جمعت من غير شي دهيبات، حد ميليش كنشراه ليا سنيسله وخويتم. هادشي رانا مخبياه. العكوزه مره مريضه مره صحيحه،
وانا كنقول على الاقل الا كنت غنتزوج بشيخي. انا ما عارفاش هادشي حرام ولا حلال، الله اعلم. المهم انا عمرني ما درت معاه شي حاجه. انا كنقول حتى الا كنت غادي نتزوج به تتموت مرتو، وديك الساعه نتزوج به وما يسيق لينا حتى خبار. انا هادشي ما قادره نقوله لحتى شي واحد. جيت نعاودو لكم هنا في هاد القناه، وكنتمنى شي واحد يعطيني شي نصيحه. انا ما كنعرف لا منين نمشي لا منين نجي. معاه عرفت بزاف د الحوايج، داني وسافر بيا، داني للبحر، شرى ليا الحوايج، ما خلى ما دار معايا. وهاد الشي عمرني ما لقيتو، لا في با اللي ولدني، لا في امي اللي ولداتني، ولا في خوالي، ولا في راجلي. ما لقيتو في حتى شي واحد. حاليا انا راني كنتسنى، كما قلت لكم دوزت 11 عام ديال الزواج، ونهار اللي درت لاكارت الراجل ما جبدش عليا نهائيا حس عقد الزواج، حتى انا ما جبدتوش عليه. العجوزه اللي مره كتقولها، كتقول لي راه خصكم ضروري ما ديروا العقد، ضروري ما ديروا العقد. الراجل جا مره وحده صافي، عمرو ما عاود رجع. حاليا انا باركه كنشوف راسي كنضيع وشبابي كيضيع، لكن على الاقل عندي واحد المدخول ديال الفلوس، واحد الفلوس اللي نقدر نضمن بهم راسي واحد شويه. انا واحد الراس كيقول لي نقول ليه يكتب لي الدار لي في المدينه، وما قدرتش نقولها ليه. واخا كنقول له قلتها ليه راه يقدر يكتبها ليا، ولكن باش من وجه غنقولها ليه؟ بزاف الافكار كيدوروا ليا في راسي. المهم نصحوني وقولوا لي شنو ندير، وبلا ما تسبوني ما تعايروني. بارك عليا غير العذاب اللي دوزتو في هاد الحياه من نهار تزاديت. هادي هي القصه ديالي، والسلام عليكم. وكما سمعتوا كانت هذه القصه ديال الاخت نجيه. شكرا حيت شاركتي معنا القصه ديالك. ما تنسوهاش من التعاليق ديالكم، وشكرا لاي واحد ثق فيا وعاود لي القصه ديالو. نتلاقاو في القصه الجايه وبلا فيلتر. السلام عليكم.